ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض غدوة جميلة، شوية فاصوليا خضراء باللحمة، شوية رز بشعرية ولسان عصفور وسلطة بلدي كده. انما ايه، الطعم جنين، هتعجبكم ان شاء الله. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. يلا مشاركة ومتابعة ولايك، كومنت وشير كتير عشان خاطر فيديو بتاعي يوصل لأكبر عدد، وكلنا نقدر نستفيد من بعض بإذن الله. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو مع بعض. أنا معايا نص كيلو فاصوليا خضرة، أنا ما عملتهاش كلها بصراحة. غسلتها كويس قوي ونضفتها من الجنبين كده، الحاجات اللي بتبقى في الطرف دي، وابتدى اقطعها تقطيع وبالحجم اللي انتوا تحبوه زي ما انتوا شايفين كده. أكلة بسيطة خالص ولذيذة وتجديد شوية. أنا عارفة إن كتير قوي ما بيحبش الفاصوليا الخضراء، بس قلنا نعملها مع بعض وإن شاء الله تعجبكم بالطريقة دي. حلة على النار فيها معلقة سمنة وشوية زيت، بصلاية متوسطة الحجم، أخرطها رفيع جدا على إيدي بقى في الكبة اللي يريحكم. أنا استسهلت كده إن الموضوع مش مستاهل بقى أشغل الكبة والكلام ده. قطعتها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين والنار شغالة. تمام، يا رب يكون الموضوع كده بسيط لحد الآن. أنا شفت الطريقة دي من حد برضو من القنوات، عجبتني جدا، قلت أجربها وطلعت فعلا تحفة وطعمها يجنن. أدي تشويحة للبصلة، لونها ما يغيرش، يا دوبك تصفر. احنا عايزين نعملها ني في ني كده. وانزل بالفاصوليا بتاعتي على البصل قبل ما اللون يغير، وهي كده لونها يا دوبك لسه بيتحول ويدبل كده، مدي لون اصفر كده، واشوح كويس قوي الفاصوليا بتاعتي مع البصل مع السمنة، وطبعا نوع السمنة اللي انتوا تحبوه. ودي 3 فصوص توم مفرومين هنزل بيهم برضو، اديها تقليبة حلوة كده وتشويحة جميلة كده لحد ما لون البصلة يفضل زي ما هو، ولون برضو التومة، بس ريحة التومة تطلع، واي مية نزلت من الفاصوليا تنشف. انا هفضل اقلب كده لحد ما اي مية نزلت من الفاصوليا تتبخر وتنشف. ومعايا حوالي 5 طماطمات متوسطين الحجم ضربتهم، وهنزل على الفاصوليا بيهم متصفين. انا ضربتها في الكبة فنزلت تفل كتير بصراحة. تمام كده خلصت. قلب بقى وحط البهارات بتاعتي، ملح، كمون، فلفل اسود، ونص معلقة سكر، نص معلقة صغيرة سكر، وقلب الكلام الحلو ده واغطيها. وهقول لكم هنحط اللحمة امتى. اكلة لذيذة جدا وبسيطة، اعملوها بس بالطريقة دي. كده الفاصوليا بتاعتنا بعد ما استوت، انا سلقة على نار تانية اللحمة بتاعتي اهي، هنزل بيها على الفاصوليا من الشوربة. وعملنا طبعا على الشوربة بقى لسان عصفور، وعملنا رز بشعرية، كانت طعمها لذيذ قوي. اقلب واغطي واديها 3 دقايق كده يغلوا مع بعض، وابتدي بعد كده الاكلة بتاعتنا نغرفها انها هي كده خلاص خلصت. اظن مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده، جربوها هتعجبكم والله ان شاء الله. شكلها لوحده يفتح النفس، لحمة ملبسة بقى وريحتها كانت تجنن. شفتوا انا بعمل ايه؟ ريحتها فعلا تحفة. وده كان غدانا النهاردة، رز بشعرية وفاصوليا خضرة باللحمة وشوية لسان عصفور
بطريقة بسيطة وسهلة. يا رب تكون عجبتكم، وقناتي دايما تكون عند حسن ظنكم. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم.